صباح الخير عليكم من المتحف المصري الكبير. عملت فيديو من شويه بس اتضح ان انا ما سجلتوش فيديو، فحبيت اعيده تاني واقاوح، وبرضه الفيديو لازم يطلع. انا هنا في المتحف المصري الكبير اللي المتآمرين على مصر عملوا اي وقالوا ان السقف اهو، ان السقف وقع. انا عايز اقول لكم فين السقف اللي وقع؟ فين السقف اللي وقع؟ السقف اهو بتاع المتحف يا جماعه اهو، السقف كله اهو. وقع ازاي؟ شويه مطر هيوقعوا السقف؟ ده كلام فارغ. واللي نشر الكلام ده على فكره المفروض يتحاسب بتهمه الغباء والتآمر، لانه بيشارك في الجريمه. في فرق هنا بين اني انشر خبر ممكن يكون غلط، ممكن يكون صح، ممكن معلومه انا المفروض اتاكد اولا طبعا، لكن ان انا اصدق الغباء الاصطناعي، لان ده بيحط الشخص اللي ينقله في حاله من الهطل وحاله من الغفله. اللي بينشر اللي يصدق ان شويه مطر نقط وقعت السقف بتاع المتحف اللي متكلف ده يبقى مغفل، والقانون لا يحمي المغفلين، فيتحاسب. ايه المشكله؟ انا عن نفسي بطالب بمحاسبه كل حد ينشر حاجه زي كده. ان هنا في فرق بين شائعه وبين حد متآمر، بين خبر غلط ممكن اي حد يقع فيه خاصه اللي مش صح، وما بين هو مش ذكاء اصطناعي، والله ده غباء اصطناعي. الذكاء الاصطناعي المفروض نستخدمه صح، مش نستخدمه غلط في ان احنا نضر بلدنا. يا ريت انا بعمل الفيديو ده علشان يوعي الناس. القصه مش تأمر على المتحف، ده القصه تأمر على مصر وتأمر عليك انت يلي بتاخد الفيديو الاي تنشره وتوضح ان السقف، وتاخد منه تقتطع صور وتصور السقف، والناس العايمه في الميه وشويه شويه تلبسهم بالكيني وينزلوا يعوموا ويبقى في مراكب. ده تهريج. ميه ايه ده؟ في مصارف في الارض في المتحف. ميه ايه اللي توصل لغايه الركب وهم يسيبوا بقى السقف وهيجوا يندعوا في الميه؟ ازاي يعني طب ما يهتموا بالسقف الاول. انا عايز اقول لكم ان ده مثلا الدرج العظيم المتحف اهو. انا عايز بس بعمل لكم جوله كده. شايفين المتحف زي الفل وهيفضل زي الفل وما فيهوش اي مشكله. طبعا تمثال رمسيس هناك اهو شايفينه، وادي عمود من بتاعها اهو، وادي تمثال رمسيس، وادي التمثالين اللي موجودين اهو. شايفين دي تماثيل كبيره، وتماثيل معظمها من الجرانيت الاحمر، لا تتاثر بميه ولا تتاثر بنار ولا تتاثر بحاجه. دي حاجه. الحاجه الثانيه كام تمثال في البهو العظيم اللي هو مش المتحف، اللي هو جزء صغير. البهو العظيم ده جزء صغير من المتحف. المتحف يا جماعه شايفين الناس اللي طالعه على السلالم دي؟ الدرج العظيم وطلع على السلالم الكتروني. المتحف فوق يا جماعه. المتحف اللي فيه الاثار، عشرات الالاف من الاثار موجود فوق في القاعات. 12 قاعه، قاعه توت عنخ امون وقاعه كذا وكذا وكذا ومتحف الطفل ومتحف. الاثار موجوده في القاعات فوق، مؤمنه تماما، مفيش لا ميه تاثر عليها ولا الهواء، والميه ما توصلش هناك. القصه كلها في البهو العظيم اللي هو معمول الفتحات زي ما انتم شايفين، فتحات للتهويه. شايفين فتحات للتهويه، تدخل شمس تدخل هواء، يبقى في حياه هنا في البهو العظيم. كان ممكن ده ما يتعملش على فكره السقف ده، وعادي، لان ده كانه بالظبط مدرسه وحوش مدرسه. انتوا جايين بتتكلموا ان المطر بينزل في حوش المدرسه. طبعا عايز اقول حاجه، بيان وزاره السياحه كان ضعيف، ما تطرقش مثلا لان الاثار مش هي اللي في الدرج العظيم. الدرج العظيم كام تمثال؟ كلهم يتعدوا على صوابع الايدين. 9 تماثيل او 13 تمثال تقريبا، 9 تماثيل. فبالسلم هنا يا حبيبي 9 تماثيل كده. فعايز اقول لكم ان هنا الاثار فوق مؤمنه، والبيان ما قالش ان الاثار مؤمنه فوق. مش بنتقد بقى، ومع ان من حق انتقد، لكن انا مش بنتقد، انا بس بقول ان البيان كان ممكن يبقى افضل من كده ويتقال فيه اكتر من حاجه عشان الناس تقتنع والناس تفهم ان الاثار امنه. مفيش اي متحف كبير يا جماعه معمول مستوي على نار هاديه. المتحف الكبير معمول مستوي كده على نار هاديه، فاستحاله يقف خطأ زي كده. طبعا انا معجب بالكلمه اللي قالها الدكتور احمد غنيم اللي اتكلم فيها بصراحه، لكن ايه المانع ان احنا نطلب من الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه مثلا انها تعمل لنا مش لحمايه الاثار بس، لحمايه السياح. يعني انا
في ناس سياح بيبقوا موجودين مثلا هنا ويبقوا فرحانين بالمطر، شويه مطر خفيف ويجروا فرحانين بيه زي ما الناس بتجري كده، مع ان مفيش مطر دلوقتي. لكن ايه المانع ان يتم التفكير في انشاء اكبر مظله تبقى فوق، مش المتحف كله، تبقى فوق البهو العظيم او فوق المتحف كله؟ ايه المشكله؟ مصر تقدر، والهيئه الهندسيه للقوات المسلحه تقدر تعمل ده، ومش هتكلف بالشكل، وتبقى اكبر مظله تخش موسوعه جينز، اللي هيجي يتفرج على المتحف ويتفرج على المظله. عايز اقول لكم ان اللي مش مقتنع بكلامي ان التماثيل دي مثلا اهي، التماثيل اهي موجوده امنه، واللي تمثال رمسيس اهو امن، ده كان موجود في الميدان بتاعه بقاله كام سنه يعني، ولا عوادم سيارات ولا ميه ولا برق ولا رعد ولا الهواء، زي الفل. هنا امن. الناس اللي بقى مش مصدقه، طب ما هي المسله موجوده بره من غير مظله والمطر بينزل عليها، ايه المشكله؟ المسلات كلها في الشوارع، هل ده معناه ان احنا نعمل مظله على المسله؟ لا طبعا. فانا وجرانيت برضو مش هتتاثر، فاهدوا شويه، حاولوا تعرفوا ان المؤامره دي مؤامره ضدكم، ضد مصر، انتوا بتشاركوا فيها بانكم بتشيروا حاجه مش صحيحه اولا، ثانيا فيها تآمر، ثالثا ان اللي بينشرها حد غبي، حد يعني لو ما كانش يا متآمر يا مغفل. متآمر يتحاسب، مغفل القانون لا يحمي المغفلين، لو اترفع عليه قضيه تعالى انت بتروج لفيديو في تآمر، بدل ما انت تدافع عن بلدك انت بتاخد الفيديو بتشيره. في فرق يا جماعه بين ان احنا بننتقد فساد، بنقول القطعه دي اتسرقت، القطعه دي مش عارف ايه، وما بين ان احنا نيجي على حاجه زي كده جميله ونشوهها. وخدوا بالكم التشويه بيبقى مستمر ليه؟ لان متحف اللوفر بيقع، فاصبح المتحف المصري الكبير هو المتحف رقم 1. المتحف المصري الكبير يا جماعه اصبح هو المتحف رقم 1 في العالم، اكبر متحف واعرق متحف، ومفيش اثار في العالم زي الاثار الموجوده في المتحف. دعوه لزياره المتحف المصري الكبير. تاني انتبهوا للمؤامره اللي بتحاكى لبلدكم، احنا داخلين على شهر 1، فخدوا بالكم، خدوا بالكم شهر يناير، فخدوا بالكم عشان ما تقعوش في مشاكل وقعنا فيها قبل كده من سنوات. سلام.